جماعة قصة الضريبة اللي احنا بنحط دلوقتي في برنامج تليفوني بنلاقي علينا فلوس. حد يقول لي انا اشتريت تليفون في شهر 12 وحطيت فيه شريحة وشغلته قبل 1/1/2025، وبعدين جيت بحط بقى في تطبيق تليفوني لقيت عليها مديونية 20,000 جنيه. ما تخافش المديونية تسقط من عليك لان انت اكتفته في شهر 12 او قبل 1/1/2025. طب ازاي؟ ده كل الشعب المصري بيعاني من القصة دي. كلنا طالعين نقول يا جماعة ازاي ده انا مشغل التليفون قبل 1/1 وقبل القرار ما يطلع وقبل ما القانون يتطبق، فجأة لقيت تليفوني عليه المديونية دي. حضرتك التليفون بيبقى فيه كذا سيريال نمبر، مش سيريال نمبر واحد، بيبقى فيه 2 سيريال نمبر. فحضرتك حطيت شريحة واحدة بس في سيريال واحد، فخلاص انت كده ماكتف التليفون ومطمن. طيب الدولة ما تعرفش ان الايميل التاني ده بتاعك، السيريال نمبر التاني ده بتاعك، فاوريدي راحت عاملة ايه؟ رفع على السيريال نمبر التاني الضريبة. طب ما حضرتك ما هو نفس التليفون، هي ما تعرفش ان هو نفس التليفون، فراحت رافعة المديونية على السيريال نمبر التاني. طب تعمل ايه الدولة عشان تطلع من الاشكال ده وتعفي حضرتك من الضريبة؟ كلمت شركة سامسونج وشركة ابل وبعض الشركات اللي هي بتصنع الهواتف المحمولة، في ان هي تقول لنا ان التليفون ده اتاكتف ودخل فيه شريحة اللي هو يحمل السيريال 1 و2. فانت السيريال 1 ده ابل قالت خلاص انا هحللكوا المشكلة، انا كل سيريال عندي اتاكتف قبل 2000، قبل 1/1/2025. اي سيريال او اي موبايل دخل فيه شريحة انا هبعت للدولة الايميل التاني عشان ترفع من عليه المديونية، فبالتالي هتسقط من عليك المديونية في خلال 10 ايام ويمكن اكتر شوية لحد ما يحلوا المشكلة. بس حضرتك ما تتخضنش ان انت عملت سيرش ولقيت عليك فلوس وانت مأكتف التليفون من قبل 1/1. فهمنا الموضوع؟ عشان بس محدش يقعد بقى متبرجل ويقول يا لهوي ده انا عليا فلوس وانا هدفع كل الفلوس دي ومستني الرساله تجيني انا عليا. لا، انا بتكلم تستنى الرساله تجيلك، ده اللي هو اكتف بعد 1/1/2025 وعمل سيرش لقى الفلوس موجوده عليها، يدفعها ازاي؟ خلاص انت هتجيلك رساله ويقول لك تروح تدفعها فين. لكن قبل كده لا، انت معفي. وانا قلت الكلام ده قبل كده ان كل تجار التليفونات في شهر 12 اللي فات طلعوا كل العدد الجديدة اللي عندهم، فتحوها من العلب ودخلوا فيها شرايح علشان تتأكتف وما تدفعش الضريبة. فهمنا الموضوع؟ بس يا رب حبايبي اكون افدتكم حبايبي.